السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ احنا وصلنا اليوم الفجر من حضرموت، رحنا بالمدرعات الحديثة وبأضخم السلاح ورجعنا فوق باصات. جميع الألوية اللي انتم شايفين وشفتوها كلكم في حضرموت والقوات والمدرعات هذه كلها بدون غرفة عمليات، ما فيش غرفة عمليات، يعني شغل ميليشيات حقيقة، وأنا واحد منهم. هذا من يتحمله؟ يتحمله عيد الرؤوس الجبيدي والمجلس الانتقالي. والله قهر، والله احنا قهرانين وزعلانين على كل هذه القصص اللي متناثرة اليوم في وادي وصحراء حضرموت. في الصحراء بن حبريش فعل كماين وارتكب مجازر مروعة. الطيران ما قتل، الطيران دمر المعدات ومخازن الأسلحة، صواريخ تدمر المدرعة لكن ما فيش شظايا. لو أنت جنب المدرعة مثل الضغط المغناطيسي يشيلك بس لا بعيد، لكن ما فيش شظايا، تقوم ما فيك شيء. المدرعة تحترق. السعودية أنا أشكرها، أنا كنت زعلان ولكن أشكر محمد بن سلمان واشكر السعودية والسعوديين، هم الصادقين. جاء شرفوه من ديارهم فوق طائرة مشرفينه إلى هنا وهو ما يسوى شيء، رئيس مجلس انتقالي. الملوك جت أرسلت لجنة لا عنده تحاور معه، رفضها. هذا ساقنا كل أبونا اليوم الجثث والله إنها داخل الصحراء. الأسرى الجرحى ما ندري عنهم شيء. 3 ألوية محاصرينها بالحبريش أمس، ما ندري عنها ايش اللي صار لها. هم سلموهم ذبحوهم. بن حبريش تسلم له يقول لك سلم سلاحك يقتلك. السعودية والله اقسم بالله انها حريصة على دم الجنوبيين، حريصة على دمائنا. اليوم نحن ضحية وعيالنا ضحية. اليوم نحن بدون رواتب 5 شهور. طيب نحن بدون رواتب، نحن أحد تروح لحضرموت ليش؟ الناس طيب رحنا دخلنا يا أخي بالسياسة تعامل معهم. فشل ذريع. الآن أقول استعد يا عدن، الآن عدن تسلم وإحنا رجالها، وإحنا اللي ما ندخلها، وإحنا اللي ما نسقطها بالسلم ولا بالحرب. أنا أقولها كذا، أنا مشعل عباس عبد الله الصبيحي. عدن تسلم، ما فيش عاد، خلاص إلى هنا وكفى. دائما مشاكل، دائما حروب. يجي رئيس طيروه، يجي مجلس نواب طيروه، مجلس شورى طيروه. الى متى؟ واحد نشتي يحكم اليمن من الشمال للجنوب، ما نشتيش على الجنوب. قضيه جنوبيه عادله ناخذ حقنا، لكن تحت الدوله شبعنا حروب. انا اليوم داخل وطن ما معيش بيت فيه، ما معيش ارضيه. والله الذي لا اله الا هو اني علي 3 مليون او 2 مليون راعي شو اسمه هذا المواد الغذائيه. الى وين احنا رايحين؟ يجيني في الشهر 1000 كل 5 شهور وشهرين. الى وين احنا رايحين؟ احنا نشتري دوله، نشتري وطن. انا اشكر السعوديه، أنا أشكر المملكة العربية السعودية، هم الصادقين. ومهما حصل فنحن الرجال ونحن الحلفاء ونحن رجالها. أنا عشت في المملكة كرماء ورجعت هنا ما معيش شيء، رجعت على دولة مدمرة، بطلت أروح السعودية. اليوم نحن قلنا في دولة لكن ما فيش دولة، سياسيين ماسكينها رعيان. وين الأكاديميين؟ وين العلماء؟ وين العسكريين؟ وين العقداء؟ ما فيش أحد جابوهم لي من الجبال. عيب والله نتكلم ذا الكلام، احنا تعبنا. الآن المملكة العربية على الدكتور رشاد العليمي رئيس الجمهورية الآن ينسق مع المحافظ مع السلطة المحلية تسليم عدن وتأمينها، ونحن رجالها. إشارة، الآن الإشارة يقولون لنا بس ادخلوا. أي إنسان وأي مواطن يعتدي على حق أحد أو يعتدي على مؤسسات الدولة أقسم بالله لا نقطع يده، لا نقطع يده. أي إنسان، نحن نقول لكم أي إنسان يعتدي على حق الناس نعتبره فساد ونعتبره اعتداء، يقتل. من يأخذ حق الناس والله نقطع يده. نقولها لكم هكذا، كل إنسان يحترم نفسه ويوبل حقوق الناس. عدن تسلم بالحرب ولا بالسلم، ما نشتيش إراقة الدماء، ما نشتيش تدمير مؤسسات الدولة. يكفي اليوم والله الجثث تركناها في حضرموت في الصحراء. أبناء الناس يا جماعة كل واحد من عيال، رحنا ندور لقمة عيش، ندور وطن.
هذول جالسين يسرقوا عيالهم في كل الدول، واحنا الضحيه. ما يقعش والله على الامير محمد بن سلمان والدكتور رشاد العليمي والسلطه والوزراء. الان عدن تسلم يحكمها واحد وكلنا تحت دوله واحده، الشمال والجنوب، تنظم القوات وتتدرب وترسل الى الشمال يحرروا بلادهم، واحنا معاهم، ونحن معاهم دوله. ما عاد نشتيش قضيه الجنوبيه، يصير حوار، يجلسوا على الطاوله واحده ويخرجوا الى طريق. حقنا احنا صحيح ظلمنا وشردنا، انا في وطن ما معيش بيت وهم يسرقوا الاراضي، يسرقوا. الى وين يا اخي؟ 5 شهور انا بلا راتب، ودونا لحضرموت، الى مقبره، الى مهلكه، الى محرقه. السعوديه والله ما قتلت، ما دمرت الا غير المدرعات، ما قتلت احد. انا اقولها لكم علمي وسلامتكم. وعدن سلم، عدن الان تتجهز، عدن تسقط للدوله. عدن دولة ما تصير تحت ميليشيات، إلهنا وكفى. وأنا أقولها لكم والله لو على قطع رقبتي، وأنا أداري أنكم بدكم تعتقلوني أو بتقتلوني، لكن في رجال وفي دولة وفي حلفاء. هم أنا إن شاء الله أكون سبب سقوط، إذا قتلتوني سقوط عدن بالحرب ولا بالسلم، شمال وجنوب كلنا سواء، ما في أحد أحسن من أحد. لنا مظالم، لنا حق نطالبها بطريقة سلمية، بمشروع، بحوار، بكذا. والسعودية معانا، علمي وسلامتكم.